كابتن هاني نشوفها ان شاء الله ماتش يوم السبت. زي ما قلت الزمالك فاز ب3 اهداف، رزاق جاب جون، ميدو جاب جون في الدقيقه 26، واختتم حسام عرفات بهدف اخر. ويمكن حصل بعض التغييرات، نزل لعب عبد الواحد وطلع ونزل مكانه جنش، صلاح سليمان نزل، وصلاح سليمان واحمد جعفر نزلوا مكان ابراهيم صلاح ورزاق، ولعب كريم الحسن وسعيد قطه بدل من محمود فتح الله يعني واحمد حسن، وحسام عرفات بدل من ميدو. يعني الكابتن حسن ابتدى يشغل لعيبه كتير، وشفنا ميدو ابتدى يرجع تاني. بمناسبه يعني انا عايز برضه اتكلم على نادي الزمالك بسرعه جدا. يمكن دايما بنتكلم على نادي الزمالك ان اللعيبه بعيده عن بعض واللعيبه في مشاكل، ولكن في حاجه مهمه جدا عايز اقولها حصلت النهارده او امبارح. انا يمكن كنت قلت من فتره كبيره قبل كده، من اسبوع من 10 ايام، ان في لعيبه في نادي الزمالك عليها شيكات وعليها اتحركت عليها قضايا دعاوى قضائيه للاسف، يعني بسبب تاخير الفلوس. في اللعيب هذا اللاعب المهاجم يعني اللي في نادي الزمالك عليه شيكات، اتحركت عليه دعوى قضائيه وكان معرض للحبس بشكل جدي وشكل كبير جدا، وكان ممكن يعني نلاقيه فعلا في الحبس لانه معهوش فلوس. ولكن لعيب اخر في نادي الزمالك، لعيب مهم جدا، اداله المبلغ بشيك وساعده يعني لغايه ما تحل طبعا فلوس النادي وتخش فلوس النادي. الزمالك هيخش له فلوس كتير قوي الفتره الجايه، حوالي ممكن 20 مليون جنيه فتره في خلال شهر القادم. ولكن دي حاجه كويسه، يعني زي ما بنبرز حاجه سلبيه ان في ناس كتير بتحب تتكلم عن الزمالك ان لعيبته ما بيحبوش بعض وفي شلاليه، ونشوف عمرو زكي قاعد في بيته دلوقتي هو حازم امام وبيقولوا احنا مش جايين النادي تاني. بنلاقي برضه في لعيبه كويسه في نادي الزمالك بتساعد بعض، بتحاول تلم المشاكل، لو حد في ايديه حاجه يعملها بيعملها. ففي عيال رجاله في نادي الزمالك برضه يقدروا يساعدوا النادي يساعدوا بعض قبل ما يساعدوا النادي يعني ان شاء الله. ودي حاجه لازم نقولها. انا مش هقول اسامي، ولكن يعني يكفي هذا الموضوع بصراحه. انا انبسطت جدا لما لقيته. ان شاء الله يعني ما يبقاش في حد في مشكله، بس دايما لما حد يقع في مشكله يلاقي ناس حواليه بتحل له المشاكل. برادلي كان في نادي الزمالك النهارده، مستر برادلي الجهاز الفني بالكامل، وكابتن زكي عبد الفتاح وكابتن ضياء تقريبا وكابتن